رمت شنطتها وقالت رقصني يا جدع على 1:30. الملكة صفصف مسكت النبوت وعلى المزمار البلدي عبرت عن فرحتها ورقصت وتصدرت الترند. لقطات من حفل عيد ميلاد توأم هالة صدقي، ازاي رقصت بالبلدي بالحرفية دي وليه عزمت للي حضروا على كشري بدل التورته. لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل اللي حصلت يبقى خليكم معايا واسمعوني في حكاية جديدة من حكاوينا. بتلعب بالعصا ولا أجدها صعيد يغلبها، اللحمة زمانها انتهى، وحفلة الكشري عجبت الكل، غلبت الرجالة بالنبوت. الفنانة هالة صدقي أو الملكة صفصف ظهرت في حفلة عملتها بمناسبة عيد ميلاد توأمها في اسكندرية. خلت الكل يتكلم عنها، استقبلوها بالطبل والمزمار البلدي. هي رمت الشنطة وعملت اللي محدش كان متوقعه ومسكت النبوت وعلى صوت الطبل بدأت تحتفل. المزمار البلدي هوسهم وقررت تنزل تحدي مع واحد من الرجال الموجودين بالحفلة. مسكت النبوت والراجل أبو جلابية لونها اسود مسك هو كمان النبوت. الناس كانت فرحانة وكل ضربة بالعصا بتنزل على أبو جلابية يطلع بعدها يا قوي. الناس قالت عنها شكلها بتحب الصعايدة، ده علشان مشهورين هناك بلعبة العصا واللي دايما بيلعبها العريس مع حد من أصحابه. في الحقيقة المبارزة كانت تقليد أو مش ضرب بجد. كمان اللي ساعدها لها في لعبتها بالعصا هي مهنتها واللي هي التمثيل، في أوقات كتير بتقوم بأدوار في مسلسلات صعيدية. الحفلة كان فيها واحدة بترقص ولابسة بدلة رقص من بتاعة زمان شبه أفلام الأبيض والأسود، وفوق راسها طرحة باللون الأحمر مترصعة باللون الأصفر الذهبي. المعازيم كتير منهم اللي لابس جلاليب، وعلى أغنية بص على الحلاوة حلاوة ولعت الحفلة مريم بنت هالة ورقصت على المزمار والأجواء خيالية. كمان ابنها يوسف لبس الجلابية البيضاء وكان مظهره حلو جدا. بالنبوت هالة صدقي عملت مروحة ولا أجدعها راجل يعرف يغلبها، والبنات كل واحدة ملفوفة على وسطها إشارب وبترقص وسط الدايرة. أما عن العزومة فهلا عزمت ولادها واللي حضروا على كشري بالدق، أكلوا منه وعجبهم جدا والناس مستغربة هما مش مصريين ولا إيه، ولا حد قال أنا بطني ما فيهاش إلا كشري. حفلة عيد ميلاد توأم الفنانة كانت تجربة جديدة بالنسبة ليهم، هيكرروها تاني علشان عجبتهم. هلا عزمت جيرانها واللي حضروا الحفلة وعجبتهم، كمان احتمال كبير يقلدوها. في ممثلين حضروا الحفلة بس مش كتير. الكل اتكلم عن الستايل بتاعهم الجامد، لبس وتجهيز للحفلة وديكور كمان، واختيارهم للمكان ما خيبش المرة دي. الناس اللي بتسأل بقى هي رمت الشنطة بس، هي عجبها الاستقبال والفرحة، ما كانتش سايعاها لما شافت النبوت والرجالة بالجلاليب مالين المكان، علشان كده حطت الشنطة على جنب وشاركت معاهم بالعصا. اللحمة فهي غالية حبتين اليومين دول، وفكرة انك تاكل وتحط في جيبك انتهت خلاص، بس مش ده السبب الحقيقي، لانها غيرت الستايل كله، مش بس في الديكور كمان الاكل والمعزومين عجبتهم الفكرة. ليلة ولا الف ليلة وليلة والناس انبسطت، وهالة نزلت الفيديو عندها على التيك توك، وده اللي شجع ناس كتير يتخلصوا من عادة التورته والجاتو والبيبسي ويخلوها كشري من عند ابو طارق. محدش كان متوقع ان الحفلة تعجب الناس بالشكل ده حتى السوشيال ميديا. قولوا لي بقى ايه رأيكم في النوع ده من الحفلات؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.